سنة 94 في حي البساتين في المعادي في شهر مارس كان في عيلة بسيطة، أب موظف وأم ست بيت، وكان عندهم 8 أولاد، 5 أولاد و3 بنات، كلهم كانوا متجوزين ما عدا عبير وهدى اللي كانوا عايشين معاهم في البيت. وفي يوم من الأيام الأم قررت تروح لبنتها الكبيرة المتجوزة وخدت بناتها معاها عبير وهدى، وهي راجعة من عند بنتها مسكت فيها حفيدتها إيمان، كانت عايزة تروح معاها، ورجعوا البيت وزي أي يوم عادي اتعشوا وناموا. وفجأة صحيت إيمان الحفيدة الساعة 2 بالليل على ضرب وصويت وتكسير. فتحت الباب وبصت لقت المشهد اللي عمرها ما هتنساه، هدى وعبير البنتين ماسكين امهم وعمالين يضربوا فيها بالعصيان وبالشباشب، والام غرقانه في دمها. الاب لما سمع الصوت صحي وحاول يحوش بناته هدى وعبير لكن ما قدرش، ضربوه هو كمان وشدوه وطلعوه على السلم وقفلوا الباب ورجعوا يكملوا ضرب في امهم. الضرب كان جامد جدا، الام كانت بتنزف من كل حته في جسمها. الجيران لما صحيوا حاولوا يكسروا الباب ما عرفوش. الاب طلب من الجيران ان هم يتصلوا باخواتها، اخوات عبير جم جري واتصلوا بالشرطه، والشرطه جت وكسروا الباب. لما كسروا الباب لقوا الام في حاله صعبه جدا، لقوا هدى وعبير واقفين في البلكونه عمالين يقولوا يا حبيبتي يا ماما، يا عيني يا ماما، اللي بيحب ماما يصلي لها. الاب والاخوات خافوا على البنتين، قالوا للشرطه خلاص احنا مش هنعمل محضر. الشرطه مشيت، مسكوا البنتين يهدوهم وحاولوا يفوقوا الام ويعالجوها من اللي حصل فيها. دخلوها الحمام وحاولوا يغسلوا لها وشها، وفجاه هدى وعبير جات لهم الحاله تاني. دخلوا على الام الحمام، ضربوا الاخ الكبير، رموه بره باب الحمام وقفلوا باب الحمام، ورجعوا يكملوا ضرب تاني في مامتهم. الاخوات حاولوا يكسروا الباب لكن ما عرفوش، وفجاه الباب اتفتح وعبير وهدى مبتسمين وبيقولوا خلاص ماما ارتاحت من اللي كان عليها. دخلوا يبصوا على الام لقوها توفت. ولما الشرطه رجعت تاني الصبح قعدوا يسالوا ويعملوا التحريات. الجيران كانوا بيقولوا ان عبير وهدى بقى لهم 3 شهور متغيرين، ما كانوش طبيعيين، كان فيهم حاجه مش مظبوطه. ومن فتره كانوا جابوا شيخ، والشيخ قال لهم ان عبير وهدى عليهم جن سعودي، ولما حاول يخرج الجن او حاول يعالجهم البيت ولع. الشرطه قبضت عليهم وحولتهم على النيابه اللي حققت معاهم وحجزتهم في مستشفى الامراض العصبيه والنفسيه. ولحد يومنا هذا عبير وهدى موجودين في المستشفى، ومحدش عارف هل فعلا عبير وهدى كان عندهم قوه شيطانيه ولا هي مساله حاله نفسيه. ولو حضرتك تابعت معايا الفيديو لهنا استاذنك تعمل لي اللايك اللي بيدعمني وتعمل اشتراك